الاهلي التليفون اتعمل تاني يوم بالليل والقيد شغال اهو يا جماعه، مش بفتري على حد. الزمالك كان بيبوس الايادي عشان اتحاد كره القدم من دول قال لك مفيش مد، عشان ما حدش يقول اني بجامل الزمالك. هوب بالليل راح فاتح القيد. ليه؟ لان النادي الاهلي بذل صفقه حراس المرمى ومحتاج اسبوع، محتاج 5 ايام، فراح مفصل له ال5 ايام. خلاص؟ واعلن وارسل للانديه. بس احنا عندنا انديه وكيانات ضعيفه. احنا عندنا جمعيه عموميه ما عندهاش دم. عندنا جمعيه عموميه مش بتسوق اللعبه، مش بتراقب اتحاد كره القدم، مش بتختار صح، كلها جمعيات كباب وكفته لما ودوا الكره المصريه في 60 داهيه. فانا حضرتك بتعمل القيد ليه؟ انا بقول لك عشان النادي الاهلي محتاج كام وقت. طيب، طب ليه الثلاث؟ طب ما تقفلها يوم الاثنين. طب اقول لك اقفلها لحد واحنا موافقين. يعني والله بجد والله هقوم ارقص لك يا سيدي. لكن لا، لان اسم الاهلي هيتشال من على السيستم يوم الاثنين، ويوم الاثنين يخلص الديل بتاعه اللاعب ولا الاثنين اللي هيجيبهم، ويسجل الثلاث يقول لك اقفل يا جدع خلاص الاهلي مش محتاج. يا جماعه الخيط مش اولا انا مع انه الاهلي محتاج، افتح للاهلي في فبراير كله. انا مش ضد انك تعمل للنادي الاهلي امتياز. ما هو النادي الاهلي نادي مصري، اعمل له امتياز. لكن اعمله للزمالك واعمله للاسماعيلي واعمله لاي حد عنده مشكله. طيب نادي الاسماعيلي بلاش الاهلي وبلاش الزمالك. نادي الاسماعيلي عنده ازمه قيد مش عارف يحلها، محتاجه وقت. نادي الاسماعيلي محتاج صفقات ما عندوش فلوس، فمحتاجه وقت. فبعد الاتحاد كره القدم ما اتكلم وقال لك انه القيد هيتمد 5 ايام، الاسماعيلي كلم اتحاد الكوره يا جماعه ارجوكم مدوا القيد لحد يوم 22. يعني ما انت عندك اوبشن، مدوا لك الاتحاد الدولي انك تشتغل لحد نهايه فبراير. قال له لا. طب لا ليه؟ ما هو انت طالع بتقول لي في البيان انا بدي فرص للانديه اللي عايزه تخلص صفقات او عندها ازمات تخلص. طب يا سيدي بس شكرا. شكرا، الزمالك ما بقاش محتاج، الاسماعيلي محتاج. يعني انا مش بتكلم دلوقتي بلسان الزمالك، الزمالك عنده جاب 840 لعيب خلاص، عمل ميركاتو هايل ولسه عنده في الطريق. يعني انت قدمت له خدمه وانت قاعد زي المسطور. قدمت للزمالك خدمه انه يخلص باقي الصفقات اللي كان الزمالك عايز تاني. عايز تاني، عايز تاني، عنده مشاكل تاني. ما يمكن القيد يتقفل بعد ما تقفل انت يوم في يناير، تقفل في فبراير، فبالتالي يبقى الزمالك عنده لعيبه تغذيه يا عم، وعلى مهله بقى يخش في مفاوضات مع الناس اللي ليها فلوس واللي ليها بتاع. لكن اللي انا عايز اقوله النهارده النادي الاهلي كان بيزين البلاك ليست بتاع الاتحاد الدولي لكره القدم بتاع القيد. ودي رساله لاخونا عادل القيعي اللي كان بيتطاول على نادي الزمالك ويطلع يحفل. والاهلاويه اللي معانا اللي حتى اللي بيتجاوزوا معانا في اللايف، عنده اللي بيعمله عادل القيعي هايل، على قلبه حلو. يعني حلو نطلع يسخر من الزمالك يقول لك الجوابات بتجي لنا جوابات تهنئه، وانديه ثانيه بتجي لها جوابات ايقاف القيد، وده الفرق بين الاهلي وبين الانديه الاخرى. طب ما انت خلاص بقيت من الانديه الاخرى، ما انت جالك جواب برضه يا حاج عدلي. يا خال، يا خال جالك جواب والله. تقول لي يوم، تقول لي اتنين، تقول لي 10، جالك الجواب. لا والغريب بقى ان بعض السوشيال ميديا واليوتيوبر الاهلاويه طالعين يقول لك الله يا خطيب. يعني بعد ازمه الخيط الله يا خطيب، يعني الله يا كابتن خطيب. لانه وجه، ما اعرفش وجه، يعني الكلمه دي بتتقال لرئيس جمهوريه، وجه بحل الازمه. يعني ايه وجه بحل الازمه؟ وخطا من احد المسؤولين. يعني بعض الناس طالعه بتتكلم انه خطا من احد المسؤولين في النادي الاهلي. طب ما تطلع تقول لي مين؟ احنا لما بيحصل ده في الزمالك بندب في اي حد من عند رئيس النادي وانت نازل. لما يكون في اخطاء بنتكلم، عندنا مساحه. فانت اطلع قول لي لا. لكن هو يقول لك على فكره القيد مش مفتوح علشاني، زي الاخ اللي اسمه كاذب اللي انت بتذكرنا بيه دلوقتي. ما هو ده سكريبت بيتوزع عليه الاول، لان هو عندهم شايفينه انه اكثر مليون مره من الاعلاميين اللي في مصر اللي بيكتبوا على صفحاتهم وعلى الميديا والبتاع. فبيصدر المعلومه الاول للراجل الهارب بره ده اللي بايع ارضه وعرضه ده علشان يقول الكلمه، فياخد منه اليوتيوبر والاعلاميين الاهلاويه والبتاع ويكتب يا جدع ورا الحيوان ده، الراجل اللي هربان بره البلد ده. فواخدينه قدوه وحاطينه كده بتاع. فمجلس اداره الاهلي بيبعت له الاول خد يا عم اطلع قول البق ده، فيطلع يقول لك ده مقصود بيه الزمالك. طب الزمالك هيفتح قيد ليه يا ظريف؟ ما هو خلاص الزمالك خلص. حلو قوي. واحد بيقول لي قول لي مين المفاجاه؟ ما هي المفاجاه بتبقى ملك صاحبها يا اخي. يعني لما انا اقول لك انا شايل لك مفاجاه ببقى عارفها، اقدر اقول لك المفاجاه. انما هو الراجل اللي وعد بان يكون في مفاجاه. فاحنا بنتكلم وهنجتهد مع بعض نشوف مين. خلينا في الزمالك زي ما بقول